السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات. بلا شك هذه تكونوا سمعتوا أو قريتوا القصة ديال البوليسي اللي لقاوه البارح بدوار الخضارة نواحي حد السوان في إقليم الرشيد. لقاو الجثة ديالو في واحد الصرب متفحمة وفي حالة يرثى لها. فأولا الله يرحمه ويوسع عليه، الله يوسع عليه ضيقة القبور والله يصبر العائلة ديالو. بانت مجموعة ديال التفاصيل من البارح اليوم اللي بغيت نشارككم بها، من بينها تحقيق مع واحد السيدة، من بينها أيضا كيف شنو وقع عليه وكيفاش وقع عليه حتى وصل لديك الحالة. غادي نبي نشارككم بهذا الشيء، ولكن صبروا معايا شويه حتى نهضروا على مجموعه ديال التفاصيل اللي اش وصلوا بعدا لتما، لان كاينين بزاف ديال الناس اللي ما عارفينش شنو كاين وشكون هو بعدا هذا السيد. هذا السيد هو هشام بورزة، اللي تزاد في مدينه الدار البيضاء. السيد من مواليد سنه 1984، يعني دابا عنده 39 سنه. متزوج وعنده جوج وليدات. ساكن في الرحمه وخدام في الرحمه. يعني والناس دابا ديال الرحمه، انا فاش كتبت الخبر البارح بزاف الناس يقولوا الله يرحمه كان ظريف كان هذا، لان كانوا كيشوفوه في ذاك الرون بوان، ذاك الرون بوان ديال الرحمه الكبير، كانوا كيدوزوا عليه يوميا تما كيشوفوه، يعني كيعرفوه، فماشي شي واحد اللي غريب. فنهار 1 مارس كان خدام هذا الرون بوان الكبير اللي قلت لكم، كان خدام فيه، كان عنده العمل من 2 حتى ل10 ديال الليل. فاذا به يخرج من ديك البلاصه، يعني تيخرج من داك الرون بوان وكيمشي لواحد البلاصه اللي ما عارفينهاش. ان الناس اللي ما عارفاش، الناس الامنيين ما يمكنش يغادر واحد المنطقه، يعني اقليم ولا هذا حتى تيعلم، ولكن هو مشى لواحد البلاصه اللي ما عارفينهاش. فالزوجه ديالو من بعد انه ما جاش ديك العشيه، فدارت واحد لا فيدغو شيرش، يعني كتمشي كديكلاري بان راه راجلها ما حاضرش وراه ما جاش وما الى ذلك. فاشنو هادي وقع في الجهه الاخرى؟ حنا دابا كنهضروا بحال جالسين مع العائله ديالو، يعني هادشي اللي وقع. السيد مشى للخدمه وما رجعش العشيه، ولكن من الجهه الاخرى راه السيد مشى لواحد البلاصه الطوموبيله ديالو ما كايناش تما، كذلك المسدس ما بقاش. فاشنو هادي وقع من بعد؟ واحد الراعي غنم كيدور نهار 2 مارس في ديك البلاصه تما دوار الخضاره، فهادي تلاقى الجثه ديال هاد البوليسي هذا في وسط واحد الصرب. فبطبيعه الحال هادي ديكلاريت، ما كاينين الجندارم، هادي يجيو مرفوقين بالسلطات المحليه، هادي يعاينوا داك الشيء، هادي يشوفوه، هادي يلقاو بان كاين الجيري ديال البوليس محروق ومقطع، هادي يلقاو كذلك النظارات ديالو، هادي يلقاو حتى لي مينوط، المسدس ما لقاوش. وهادي يشوفوا دوك لي سين ديال ان راه هاد السيد هذا راه باين انه من عناصر الامن. فهادي يعلموا، فهادي يتضح، يعني هادي بدات الشبهات بانه هو هذاك السيد اللي كان مختفي. فمن بعد هادي يجيو البوليس كذلك، هادي تفتح تحقيق، هادي يديو الجثه للتشريح، تما هادي تبان بان السيد تعرض لطعنات في ظهره، ما بين 6 و7 ديال الطعنات في الظهر ديالو قبل ما يوقع ليه هاد الشيء هذا. اللي الجثه كيف شفتوا، انا الصور اتحفظ عن نشرها لانها صور خايبه، صور يعني ما انا استغربت الناس اللي حتى في مواقع التواصل وكتنشر فيها ان صور خايبه. ما يمكنش الانسان ينشر داك الشيء، جثه متفحمه، الاحشاء ديالها خارجين، الاطراف السفليه مقطوعه، فلا حول ولا قوه الا بالله. ما عرفتش بحال هاد الناس هادو، لان نفس النهار اللي سمعنا فيه هادشي سمعنا فيه ان الطفل عمران اللي كانوا كيقلبوا عليه ازيد من 20 يوم دابا حتى هو لقاوه في حاله يرثى لها في احد المناطق، حتى هو جثه وبعد الاعتداء عليه يعني جسديا. فهاد الامور هادو اللي طارت مجموعه ديال الاسئله ومجموعه ديال العلامات الاستفهام لا شنو واقع مع هذا السيد. فالعائله ديالو، يعني الزوجه ديالو، شهدت لها ان السيد ما عنده حتى شي مشكل نفسي، ولا ما عرفاش واش عنده شي مشكل مع شي شخص ولا شي واحد، لان الاغلبيه مشى الافتراض ديال انها شي حسيفه هادي، يعني شي واحد بينه وبينه شي حساب ودار ليه هكا، خاصة ان ديك المنطقة تما يعني فيها مروجي المخدرات. قال هو ياك ما وقف شي واحد ولقى عنده المخدرات وتم الالقاء القبض عليه، فاش خرج من السجن جا انتقم منه ولا شي حاجة. يعني كانت افتراضات، يعني دابا الان جميع الافتراضات مفتوحة. فالزوجة ديالو اكدت بان ما عنده مشكل مع حتى شي واحد نهائيا. عنده واحد الاخت مريضة بالسرطان الله يشافيها، كذلك كتقول بان خوها الله يعمرها دار كان مهلي في وليداتو ومهلي في مراته، ما عنده حتى شي مشكل مع حتى شي واحد. حتى الاصدقاء ديالو كيشهدوا ليه بان يعني الانسان الله يعمرها دار، فما عارفينش شنو كاين.
فالبارح بالليل الامن تما يعني في الرحمه هادي يوقفوا واحد السيده باش يستمعوا ليها واحد السياره، واش شافتو، واش اخر مره شافتو، واش هي اخر واحد شافو. فدخلت عندهم الدائره تما وادلت بدلوها. فمن الواضح ان اليوم راه ما هاديش يبانوا معطيات كثيره، يعني تنهضر على البارح اللي كان فيه داك الشيء، لان خاص يكون تحقيق معمق باش يبانوا، لان هذا الشيء ممكن تكون فيه شبكه، يقدر يكون فيه بزاف ديال الاشخاص، فاي معلومات تم تسريبها تقدر تخلق مشاكل من دابا المستقبل. باش يبان البحث كذلك. جهه اخرى يعني تم استعمال الكلاب، رفع البصمات، رفعوا البصمات في السياره ديال ديك السيده، كذلك رفع البصمات في ديك البلاصه تما، تم التمشيط ديالها في انتظار ظهور تفاصيل ومعطيات جديده في القضيه. فالى هنا الاخوان، الله يرحم هذا السيد، في انتظار اي معطى جديد يبان. الله يحفظ بلادنا والله يحفظكم جميع، والسلام عليكم ورحمه الله.